السلام عليكم. انا اول مره اعمل فيديو وبالتالي اخر مره هعمل فيديو. رساله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. يا سعاده الرئيس، احنا بنحبك في الله والشعب المصري اغلبيته بيحبك في الله. انا مش عايز اقول لحضرتك احنا تعبانين قد ايه، مش عايز اقول لك احنا خلاص هنوصل لمرحله اعوذ بالله، يعني مش عايزين نوصل لها مرحله الكفر ولا اعوذ بالله في اي شيء من الاشياء ومن اي حال من الاحوال. يا ريس احنا مش عارفين ناكل ولا عارفين نشرب ولا عارفين نشوف عيالنا. الناس بقت تطلق بسبب ان مش عارفين يصرفوا على بيوتهم. رب الاسره ما بقاش يصرف على الاسره، بقت الاسره كلها بتصرف على الاسره. يعني الاسره كلها بتصرف على البيت. يا ريس احنا وصلنا لمرحله خطر. يا ريس الحكومه بقت ضدنا، ما بقتش معانا. احنا مش عارفين نلجأ لمين. اوقف مشاريع يا ريس، ما تعملش مشاريع تاني. كفايه المشاريع دي. عايزين ناكل ونشرب وندور على الاكل والشرب. بقينا ندور على الاكل والشرب يا ريس، مش عارفين ناكل ونشرب. بقينا نطلق عيالنا، الناس بقت تطلق عيالها عشان خاطر مش عارفين ياكلوا عيالهم ويشربوهم زي الناس. بيطلعوا عيالهم من المدارس عشان يشغلوهم. يا ريس بالله عليك، ان كان مصطفى بيه مدبولي مش قادر يمسك الموضوع وياكلنا ويشربنا، سيبها لغيرك، يمكن ياكلنا ويشربنا. احنا مش عارفين ناكل ونشرب يا جماعه. يا حكومه، يا حكومه بص لنا شويه بعين الرحمه، بعين الرأفه. حرام، احنا تعبنا، والله العظيم تعبنا. في ناس كتيره قاعده من الشغل، وفي ناس عشان تروح تشتغل اللي بيشتغلوا بيصرفوه على الحكومه، ان كان ميه ولا نور ولا غاز. حرام، حرام والله العظيم، حرام. اللي احنا فيه ده ما حصلش من 40 سنه. حرام. كل شويه تقدم وازدهار، احنا في تقدم وازدهار وبلدنا احسن بلد في الدنيا. بس مش كل المشاريع فلوسنا كلها راحه عليها والحكومه تيجي تكمل علينا. يا ريس، يا ريس بالله عليك شوف لنا حل. منظومه الحكومه اللي بتعملها منظومه فاشله. انا بقول لحضرتك منظومه فاشله. مش عارفين ياكلوا الناس ويشربوهم ولا ينظموا حياتهم، يبقى منظومه فاشله. يبقى الحكومه تستقيل. خلي الحكومة تستقيل يا ريس، يا مجلس الشعب، خلي الحكومة تستقيل. هاتولنا ناس يكافحوا عشاننا، ناس يعملوا ثورة في البلد عشاننا. مش بعد كل اللي حصل ده وفي الآخر نموت من جوع. في ناس بتموت من الجوع يا ريس. يا ريس مش كده. اوقف المشاريع يا ريس، اوقف المشاريع وزود المرتبات. زود في الحاجة زي ما انت عايز، بس زود المرتبات. اوقف المشاريع. فيها ايه دي؟ احنا تعبانين، وفي ناس تانية تعبانة، وفي ناس بتبيع عيالها. والله العظيم، والله العظيم في واحد بيبيع عياله. مراته ولدت في المستشفى، طلع باع ابنه. والله العظيم هذا حصل، والموضوع مش بعيد. انزل يا ريس المناطق الشعبية وشوف. شوف العيال بقى بيطلعوا من الشغل بقى يبيعوا مخدرات. يا ريس احنا في مرار. يا ريس لو انت مش عارف انا بقول لك احنا في مرار. لنا الله. وصل صوتك.